الحلاوة دي واللذاذة دي والطعامة والشياكة والأناقة دي انتي كوتي كوتي انتي لوتي لوتي انتي قطة انتي بطة انتي نوتي نوتي. عاملين ايه؟ يلا بينا واخدينكم معانا في حتة مشوار او حتة فسحة، مش عايزة اقول لكم حلوة ازاي. دلوقتي هتعرفوا احنا فين. هنا كنا في العربية عمالين نغني ونهيص ومتحمسين، وبالمناسبة ده كان لسه الجو حر، يعني مش من بعيد، من اسبوعين كده ولا حاجة. احنا هنا وصلنا. دي زو موجودة في نيوجيرسي، تمام. احنا اول مرة نروح هناك. هنا كنا قطعنا التيكت، والتيكت بالمناسبة الادلتس ب20 اللي هم الكبار، والصغيرين تقريبا 19 أو 18 دولار حاجة زي كده. طبعا انتوا شايفين كنزي ماشية اهو كان معانا اصحابنا يعني، وماشيين عمالين دخلنا على بسرعة بسرعة كده. ايه، كنا رايحين بصراحة متأخرين، قلنا نجري نتفرج ونتمشى ونشوف اخبار الزو دي حلوة ولا. هنشوف مع بعض دلوقتي. بصوا بقى، احنا دخلنا كده اول حاجة على الاسد مباشرة. معرفش ليه كنت حاسه ان الاسد شكله صغير، بس اتضح لي ان هو ده الحق عشان في مسافه، فكان ان ده الحجم الطبيعي بتاعه يعني. فهم تقريبا واحد وزوجته، يعني اسد واسده، فحاجه كده زي الفل يعني. الصراحه شكلهم مرعب اصلا، وكنت واقفه بصور من بعيد. وهنا انا وكنزي كنا عمالين نتناقش ان الزرافه ازاي صغيره كده، صح يا كنزي؟ انا بشوفها في الافلام او المسلسلات عامه بتكون كبيره، ليه في اه الحجم ده صغيره؟ انا مش عارفه. احنا هنا كنا عند البطريق، بس انا صراحه ما دخلتش، كانت في ريحه بشعه خارجه من المكان، عشان هو تقريبا السمك بياكل سمك او حاجه زي كده، فانا وكنزي ما دخلناش. رامي ويوسف اللي دخلوا، وانا ما شفتش الكلام ده غير في الفيديو كده معاكم دلوقتي. بس بصراحه الريحه كانت مش ممكن حد يتحملها يعني صراحه. ريحه بس ريحه زفاره، ريحه سمك. هنا بقى بصوا، شايفين النعامه بتاعت محمد نعامة. هنيدي دي، عارفينها اللي هو لما كان بيجري في الفيلم، هي دي كده بالظبط. تعالوا بقى، احنا نزلنا هنا عند الزرافه، كانت حلوه قوي. وبرده كنت متخيله ان هي حجمها في الحقيقه اكبر من كده، معرفش ليه يعني. انا تقريبا عندي مشكله في القياسات. بصوا لونها على الحقيقي مش ممكن، سبحانك ربي، يعني حاجه بصراحه رهيبه وتحفه يعني. اول مره اشوف زرافه كده على الحقيقه، فانا بصراحه كانت حلوه بالنسبه لي. انا اخر مره شفتها كنت في الكليه تقريبا في مصر، في الزو بتاعت مصر. هنا بقى كان في مفروض لاين لو انتوا عايزين تاكلوا الزرافه، تقريبا بتدفعوا حاجه كده بسيطه، بس احنا كان اللاين طويل قوي فكسلنا نقف بصراحه. والجو كان حر جدا زي ما قلت لكم، فاحنا خرجنا من اللاين وطلعنا كده قدام، قعدنا نتفرج. بصوا كده. هنا بقى ده كان حيوان تاني معرفش اسمه ايه كده غريب. بس كان حر. وجينا هنا عند القرود. طبعا انا انبهرت بصراحه فكره بالقرود او الشمبانزي. انا مش عارفه دي تعتبر قرود ولا شمبانزي اساسا الحجم ده، سواء كانوا اللي يعرف يقول لنا يعني. كانوا بينطوا، فاحنا كنا منبهرين بيهم. حاساهم صغننين، ولا هو ده برضو حجمهم ولا ايه، ولا مش عارفه. حاسه ان هم في كذا نوع من الاسد. يعني هم كان حجمهم، كل حاجه كنت شايفاها كنت حاسه ان هي حجمها صغير، مش عارفه ليه. الله، بينطوا. بينطوا كده يمين وشمال، بينطوا كده يمين وشمال، كانوا عاملين ينطوا كده جامد قوي، احنا كنا منبهرين. هم قافلين عليهم بسلك كده لو انتوا شايفين. انا كنت خايفه اصلا ان يكون هم فاتحين فينطوا بره، اتاري هم قافلين عليهم بسلك. فاحنا كنا متأمنين يعني. في كذا نوع يعني، زي مثلا في شكلهم مختلف عن قرب بني يعني. كده. بصوا بصراحة كان يوم لطيف واتبسطنا يعني. وهنا طبعا ده اللي هو تقريبا اعتقد القط البري، اعتقد اللي هو شبه النمر ده، ولا ده الفهد بتاع مصر حاجة كده، بس معرفش كان قرفان من نفسه ليه وعمال يبص علينا كده بقرف. كل الناس اللي واقفة كنت تعبان من الحر. اللي انتوا عارفين بقى قولوا لنا في الكومنتات ايه هو ايه الكائن ده. هنا بقى كنا ماشيين كمية مشي مش طب، اللي عايز يعمل دايت يتجه على هناك على طول. احنا تهنا اصلا في نص الطريق. احنا ده النمر بقى. بصوا النمر. طبعا انا اي حاجة تايجر، انتوا عارفين انا عندي مشكلة، بحب التايجر اصلا، اي حاجة تايجر انا تمام. كان شكله على الحقيقي جميل جدا، ما شاء الله. لونه سبحان الله في خلقه بجد، حاجة كده رهيبة. هنا بقى كان في كده زي شلال كده مية كده واحنا ماشيين، كان شكله برضو حلو، صوت المية كمان كان خطير. هنا بقى يوسف كان عمال يجري واحنا بنحاول نحلق عليه. وماشيين بقى كده معانا اصحابنا وبتاع. كنزي كانت ماشيه بصراحه مفيش اي حاجه، كان معانا اصحابنا وقرايبنا. هنا بقى كان زي ما يكون كده، عارفين المزرعه، كانت حاجه شبه كده، في فراخ فارم كده، زي فيها ايه كنزي، في فراخ وفيها اسمه ايه ده، الكاو. الكاو
الجود انا مش نسيت اسمه بالعربي بس معزه معزه قصدها معزه وخروف. وخروف. والاسمه ايه اللي احنا ما بناكلوش ده اللي هو اللي بتاع هنا ده وحش ده اللي احنا مش بنحبه. كلها جوه طبعا، الريحه طبعا بشعه. ده طبعا ده بقى تقريبا القط البري. انا بقى شكلي كده ملخبطه مع الحيوانات، انا عندي مشكله في الاسماء. ده بقى انا كنت خايفه منه بصراحه، وكنت ده شكله مرعب يعني وكبير بقى ده بقى كان كبير بقى، ده كان كبير يعني، ده كان بصرخ كل ما قرب مني بصرخ. يوسف طبعا بيتعامل معاه على ان هو سحلفه، معرفش ليه عمال يحط ايده هو وكنزي. بص هيجننوا، بصوا لما نتصور ببقى عايزه بقى. طبعا خلي بالكم ان انا عيالي اول مره يشوفوا حاجه زي كده اصلا. فكانوا بالنسبه لهم دي حاجه كويسه يعني، ما راحوش ذوق قبل كده. ده تقريبا اللي هو الغراب بالعربي، اللي هو الغراب. دي غراب كان شكله كان في بومه ما شفتش. كان في بومه، هي دي البومه دي واقفه بقى. بصوا شايفين يا جماعه الوقار؟ لا مش هي يا بنتي، لا ده بقى زي ده برضو. بصوا بقى النسر بتاع اللي هو النسر الامريكي تقريبا، اللي هو بيبقى راسه بيضه وبقيت جسمه اسود. ده لونه على الحقيقه ومن قريب شكله حلو قوي. بس انا بقى عندي تعليق، معرفش الناس بتقول عليا مجنونه ولا ايه. انا بحس ان حبسه الطيور دي مش ده حاجه مش انسانيه بصراحه، مش عارفه. يعني هنا بقى كان بيتكلموا عن تاريخه ودنيته يعني. بس انا قلبي بيوجعني لما بشوف طير محبوس. هنا بقى كان في كلب، ده كلب جولدن عادي، كلب جولدن ما اعرفش حاطينه في ايه موقعه في الزو. بس هو انا بحب الجولدن برضو، من احلى انواع الكلاب اللي انا بحبها بصراحه. معاه بقى اللي هي القطه اللي هي مش عارفه اسمها ايه كده، مش فاكره اسمها. ايوه هي حاجه مش فاكره اسمها. هما مع بعض في نفس القفص، معرفش ليه وازاي مش عارفه. طبعا حضرتك انا بشوف الدب من بعيد، رامي بقى عمال هو اللي يصور ويقرب. انا جريت اساسا في اللحظه دي لان انا بخاف منهم اساسا جدا، وكمان اسود. فكان دايما في الافلام الاجنبي دايما بيطلع يقتل الناس كده، فانا بخاف منه. هو كان مشغول بالكوره دي الموف دي، كان عمال يلعب بيها. بصوا بقى اللي هو طائر الفلامينجو ده، يا خراشي على لونه، ده كيوت قوي. انا يعني انا اصلا عندي بتاع كام بلوزه نفس اللون ده من كتر ما انا بحب اللون ده. جميل قوي وكيوت وتحفه. مش شايفين الرقه يا ناس؟ شايفين الرقه؟ كانوا عاملين كده حاطين تحسوا ان هم كده ناقص لهم شويه مزيكا. كان شكلهم تحفه بجد مع بعض كده يجننوا. طبعا ده حضرتك اللي هو بيسموه كلب البحر تقريبا. من ياكله معرفش بقى بيدوا له ايه ني ياكله. انا مش كان المنظر فراخ لحمه حمامه المنظر ما كانش الطف حاجه. بس يعني انا ماليش دعوه. رامي اللي كان بيصور في اللحظه دي برضو، انا كنت سارحه. وبعد كده هنا طبعا اللي هو كروكودايل، اللي هو اسمه ايه ده، التمساح. لا 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 لا، ده ما كانش تمساح. ده اللي هو كان بيطلع مع رامز جلال، مش فاكره كان اسمه ايه. مش سحليه، لا يوسف كان عمال يخبط فيها. ايوه ده ده يا جماعه بقى اللي هي السحلفه. اكبر سحليه في العالم. لا يا بنت دي سحلفه عادي. سحلفه قصدي، انا بقول سحليه. دي اللي هي الترسه الصغننه دي، كيوت. كان عندنا سحلفه انا زمان، انا واخواتي، قعدت معانا 15 سنه. كانت صغننه كده، كانت لطيفه قوي. بصوا ده اللي هو سلام قول من رب الرحيم. مش عايزين نقول اسمه. يعني اعتبروا ان انتم مش واخدين بالكم. المهم وبكده بقى كان اليوم انتهى، وكنا خلاص فيصنا من العيال، والشمس كانت حاميه جدا. ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. باي.